بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم بقى من قناة اكلات ويوميات مها. اللي اول مرة اشوف فيديو ليا او قناة يا ريت تشترك فضلا وليس امرا. يا صباح الخير ويا صباح الجمال على كل الناس الحلوين اللي معايا في الفيديو النهارده. والنهارده بقى زي ما انتم شايفين هبدأ يومي بالغسيل، ويعتبر كده كل يوم غسيل غسيل غسيل. ربنا يكتر غسيلنا كده وطبيخنا وخبزنا وندينا الصحة كده، ونقدر نعمل لعيالنا ونفرحهم، ونبقى منظفين بيوتنا ومروقين بيتنا وكل حاجة. بدأت كده أبدأ دورة غسيل. هعمل الغسيل وأخش نشوف ايه اللي ورانا. يعني الصبح كده كده، يعني ما شاء الله ربنا يدينا الصحة. نصحى الصبح نشوف مثلا كان عندنا غسيل، إن كان عندنا حاجة نبدأ نحطها في الغسالة، نعمل لها دورة ونخش بقى نشوف هنعمل ايه في المطبخ على ما دورة الغسيل تخلص. وهنخش على المطبخ يعني شوية مواعين كده بتوع الفطار هنبدأ نغسلهم. وكنت بلة فول من امبارح فهبدأ أدمسه، كان الفول عندي خلص. يعني بنحاول وربنا يقوينا كده كلنا ان شاء الله، ان احنا نبدأ نشوف يعني ايه اللي بيوفر معانا في بيتنا ونبدأ نعمله، لان الاسعار بره بقت غالية قوي. وكمان ما بقاش كمان في فول كده باتنين جنيه ولا 3 جنيه زي الاول. وكمان يا دوبك على قد الفطار وخلاص على كده يعني. طبق صغير فول كده ب3 4 جنيه يا دوبك، ومش هيقضيكي. لا لما تجيبي بقى نص كيلو فول او كيلو فول وتدمسيه، او تبلي قبلها من يوم وتدمسيه، هيرمي معاكي كمية حلوة، وكمان هتوفري معاكي في الفلوس. ومعلش اسفة على صوتي، لان برضو لسه عندي برد ولسه تعبانة، بس حبيت اسجل معاكم الفيديو يعني. المهم يا بنات هبدأ بقى ايه اخلص الغسيل او الكام طبق اللي في الحوض. يعني شوية اطباق صغيرة، وكانت علبة الجبنة خلصت، قلت اغسلها واظبط الدنيا على ما نبقى نجيب حاجات تاني. هنخلص بقى المواعين بتاعتنا وهنخش نشوف هنعمل ايه. زي ما بقولكوا كده، حاولوا اي حاجة قدامكم تلاقيها رخيصة او سعرها كويس، هاتيها واعمليها ببيتك بدل ما بتشتريها من بره بقد كده. وكمان ما بتوفرش معاكي كمان وما بتقضيش. فلما نجيب الحاجة ونعملها زي ما انا قلت لكم، لا هتوفر معانا كتير وهتساعد معانا كمان في المعيشة. هما اليومين دول الظروف كلها عند الناس كلها ما شاء الله، يعني ربنا يعيننا على حالنا وعلى بيوتنا. المهم كنت شارية شوية حاجات كده صغيرة، كنا عندي بتنجان، وكمان كنت جايبة موز وطماطم. وجبت والله ما انا فاكرة جبت حاجات تانية برضو يومها. وكمان جبت بيض وجبنة. بس صراحة يا بنات كانت جبنة لسه جديدة كده من دومتي، كانت بطعم اللانشون، فصراحة ما عجبتنيش خالص. المهم يا بنتي اللي جابتها يعني قلت تجربة مش هتتكرر تاني صراحة، لان طعمها مش حلو خالص خالص خالص. والبيض ما شاء الله يعني كان ب87 جنيه. ربنا يرخيها علينا كده وعلى اولادنا. ودي بقى يا بنات بطعم اللانشون، وكانت اول مره تيجي صراحه، فصراحه ما عجبتنيش خالص، كان طعمها مش حلو. المهم يا بنات عملت بقى خلاص المواعين وظبطت الدنيا وشلت الحاجه ديت، وبدات حطيت الفول على النار على ما كمان نعمل الفطار بتاعنا. كنت بسلق بيض وكان عندي، وعملت بقى بطاطس وحاجات من دي للفطار. المهم انا الفول بتاعنا خدته غلوة، وبرمي المية بتاعته لو سودا يعني ارميها. وكمان حطي عليه مية مغلية تاني، وهحط عليه نص ليمونة. الليمونة بتديه بياض كده في المية وبتدي لونه حلو. وكمان حطيت عليه نص جبت شوية فول مدشوش، انا جبت تقريبا ب5 جنيه، وب5 جنيه عدس برضو غسلتهم حلو، وكمان حطيتهم على الفول. هيرمي معاكي كمية، وكمان هيتقلك الفول بتاعك. يعني ممكن تجيبي نص كيلو فول، ربع كيلو، مش هقولك هاتي بربع كيلو، هاتي ب5 جنيه عدس، هاتي ب5 جنيه فول مدشوش. وحطيهم. في ناس بتحط بطاطساية معاه عشان تتقل القوام، بس هو ما شاء الله مش محتاج اي حاجة. في ناس بتحط معاه عدس بجبل والعدس البني، وبرضو مش محتاج. انا ما شاء الله يعني هي كمية حلوة بتقضيني، كل ما بتخلص بعمل غيرها. كنت بقى جايبة شوية كمية كده طماطم. كانت الطماطم اللي عندي في الفريزر قربت تخلص، فانا عايزة افرز عشان رمضان، وحطيت عليها بنجراية. كانت الطماطم برضو بتاعت الشتا متبقاش حمر قوي. كده يا بنات انا خلصت الفول وخلصت الطماطم. انا بحب اضرب الفول في الخلاط واعبيه مضروب جاهز ومتكيس جاهز. هعين بقى كل الكمية ديت ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك.
عملت معايا كمية حلوة. وكل ما يبدأ معايا مثلا قرش زيادة او مثلا اجيب طماطم شوية او اي حاجة من الحاجات دي، هقوم برضو مفرزة وحاطة في الفريزر. بينفعك اوي في رمضان، وبينفعك كمان في الايام العادية. كل حاجة موجودة عندك لما تبقى عندك تحت ايدك هتوفر معاكي كمان، وهتساعدك في المعيشة اللي احنا فيها دي. ومن ضمن التفريزات برضو يا بنات اللي فرستها، عملت الطعمية البيتي وطعمها جميل جدا جدا، وكمان انضف واحلى كمان كتير من بره. جبت نص كيلو فول مدشوش، وكمان نقعته قبلها بيوم. انا بحب انقع بالذات البقوليات والحاجات دي قبلها بيوم، بتنزل المية او الاكزيما اللي فيها، وبتبقى حلوة جدا. المهم يا بنات، انا عملت الفول اهو زي ما شايفين، كنت نقعاه قبلها بيوم. وتاني يوم الصبح مع الفول بقى والحاجات دي والطماطم والحاجات دي كلها خلصت، وبدأت اعمل الطعمية معاكم. هحط عليها بصلاية او بصلتين صغيرين، وكمان شوية خضرة او كزبرة. انا صراحة ما بحبهاش بالكرات، لكن هي اساسها اصلا الكرات، فبحبها بطعم الخضرة والشبت، بتديها نكهة كده وريحة، كأنك بتاكل كفتة صراحة، وبتبقى طعمها حلو قوي كمان، وريحتها ما شاء الله قلب الدنيا بحالها. وكان فص ثوم. عايزه تحطي قرن فلفل اخضر حطي، عايزه تحطي قرن شطه حراق حطي، اللي انت عايزاه. وهبدا اضربها في الكبه لغايه ما تتفرم كويس معايا زي ما انتم شايفين كده مع بعض. هبدا بقى اضربها يا بنات حلو كده قوي مع بعض، هنضربها لغايه ما تبقى ناعمه خالص. انا لما بقليها لا بحط عليها كربوناتو ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. في ناس كتير بتحط عليها كربوناتو، تقولك عشان تبقى ايه يعني هشه كده وحلو، بس الصراحه انا ما بحبهاش، بتشرب زيت كتير معاكي. وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا، انا خدت حتة عجينة من الطعمية، وهقليها بقى كمان مع الفطار بتاعي. يبقى هعمل شوية فول، وكمان شوية طعمية صغيرين كده مقليين، وبيض بقى، والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. انا بحط عليها ملح وكمون وكزبرة ناشفة. عايزة تحطي في قلبها سمسم حطي، عايزة تحطيه من على الوش كده وانت بتقليها براحتك، دي حاجة ترجع لك انت. وما شاء الله يا بنات، انا عملت كمان كام كيس اهو تحطهم في الفريزر. يبقى كده ما شاء الله الفول والطعمية وطماطم صلصناها، وهبدأ اقلي الطعمية بتاعتي معاكم، وما شاء الله كانت جميلة جدا وكمان هشة خالص. عايزة كمان لما تبدأي بقى انت حاطاها في الفريزر تيجي تطلعيها تاني، بتبقى هشة زي كأنك لسه عاملاها صبحة. خديها ضربة عندك في الخلاط، او خديها عندك ضربة في الكبة تاني قبل ما تقليها. وما تحطيش لا كربونات ولا اي حاجة عشان ما تشربش زيت معاكي كتير. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله لا فكت ولا اي حاجة. لو فكت معاكي يبقى انت مكترة البصل في الطعمية. هو نص كيلو حط عليهم بصلاية كبيرة، يعني مش كبيرة قوي، متوسطة او بصلتين صغيرين، علشان ما تبقاش فيها مية كتير وتفك معاكي. طب لا قدر الله يا بنات، لو حطيتي مثلا بصل كتير او اي حاجة، وكمان يعني نسيتي او جات منك كده غصب عنك، هتعملي ايه عشان ما تفكش معاكي وجربتيها ولقيتها بتفك معاكي؟ حطي عليها معلقة دقيق، او لو عندك معلقة بقسماط هتربط معاكي وتبقى زي الفل. ممكن تعمليها بقى عجة، ممكن تعمليها عجة الطعمية، تبقى جميلة قوي برضو. زي ما شايفين بقى معايا كده، وبعمل الفول اهوت ما شاء الله جميل جدا ولونه فاتح وجميل. يا رب بقى يا بنات ما تنسونيش في اللايك والشير، وكمان دعوة حلوة من قلبكم. واللي وصل معايا هنا لغاية هنا من الفيديو حط لي لايك، متنسوش اللايك وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. ادي ادي ما شاء الله الطعمية وجمالها. ويا ريتكم كنتوا معايا كنت دوقت لكم الطعمية بتاعتي. اشوفكم بقى على خير، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم. مع السلامة.